سامي دري جون مغربي بحالو بحال بزاف ديال الشباب اللي سر عليهم الله ووصلوا في حياتهم بشخصيته قدر يفرض راسو وسط من هاد الكم الكامل ديال العراقيل الاجتماعيه اللي حنا كاملين عارفينها. طاح في بزاف ديال الاغلاط، تخاصم مع بزاف ديال الناس وشحال من مره الضارب، ولكن اللي زوين في ليستوار ديال سامي هي انه بدا من الزيرو وداز من كاع المراحل اللي ما تخيلش ليك على بالك. بالتالي في اطار بحث الدار على شناهي العقليه والمايند سيت ديال الناس الواصلين، سامي تطرح عليه سؤال اللي كلشي باغي يعرف الجواب ديالو. شنو هو السر ديالك حتى وليتي شخص ناجح وانت بادي بوالو؟ اسمع مزيان، حيت هادشي اللي غنقول دابا يقدر يجيك عادي، ولكن كان ليه دور كبير واثر واضح على الكارير ديال سامي الى يومنا هذا. في الحقيقه الا بغيتي تكون واصل في حياتك ويكون عندك مقام عالي، كاينين 5 ديال المبادئ اساسيه عندها علاقه بشخصيتك ومرتبطين مع بعضهم، بالتالي ضروري تكسبهم من الاحسن في اقرب وقت ممكن، وانا غنقول لك علاش. فعلى الرغم من اللاش الصغير ديال سامي، ولكن عنده طموحات كبيره واحلام باغي يحققها، منها يدير بروجي ديالو، يحل شركه ويعاون الناس. كان الهدف الرئيسي ديالو هو يكون مستقل ومور راسو حتى واحد ما يتحكم فيه. غير هو لقى راسو قدام اول اكبر مشكله واللي اثرت عليه بزاف وعرقلاته في الاول ديال المسار ديالو. فبصيفتو جون محمس ويلا كيكتشف، بدا كيسول الناس اللي كيتيق فيهم باش يعطيوه نصائح، عادي كيعاود لهم على الفكره ديالو والبروجي اللي باغي يدير. وهنا كانت ليه صدمه كبيره، فعلى عكس ما كان كيتسنى منهم يعني يعاونوه يشجعوه ويزيدوا يموتيفيوه، في بلاصه هادشي بداو كيزرعوا فيه الشك بنصائح كتجيب الاحباط وكتفشل. هادشي لاش اللي خلى سامي يوصل دغيا للمبتغى ديالو. ولا بصفه عامه الا كنتي باغي تطفروا في حياتك، كاينين 2 قواعد اساسيه غيعاونوك. اولا ما تدويش على الاهداف ديالك، وثانيا ما تسمعش بزاف للهضره والاراء ديال الناس. دابا اللي كاين هو بالنسبه للناس كيعطيو نصائح بنيه زوينه، ولكن شعرفهم بالمستقبل، كل وحياته وكل المنظور اللي كيشوف منه. دابا واش المشكله من التربيه ديالنا ولا المدرسه؟ ولكن واحد من السلبيات ديال المجتمع المغربي واللي كاثر على الشباب، كتلقى دراري عندهم 18 عام واغلبيتهم مازال كيعولوا على والديهم يديروا كل شيء في بلاصتهم. 18 عام وما كيعرفش ينافيغي على راسو. وهنا فين سامي طلع مريقل وعرف ان هاد النقطه اللي غنقول لك دابا هي لا باز ديال الرجوله. فإلا بغيتي يكون عندك وزن كبير ومكانه عاليه في المجتمع، اول حاجه خاصك تعلمها هي تكون قادر تعول على راسك. لكن المشكله الرجال اكثر من البنات. علاش؟ حيت اولا الراجل هو القبطان، هو الساس ديال المجتمع وهو اللي كياخذ البادره، وثانيا حتى واحد ما غيجي يعاونك الا كنتي راجل. يعني كيف ما كان الحال بلا ما تسنى شي واحد يدير معك المزيان، والعكس تماما، الناس هما اللي غيطلبوا منك يد المساعده وتحل لهم مشاكلهم. والواعره في حالتي لما قدرتيش تعاونهم غتبان كشخص ما صالح لوالو وما عندك قيمه. اذا اول مرحله باش تكون شخص مستقل، ولا اول استثمار خاصك تبدا به، هو تستثمر في راسك. حيت الراجل الحقيقي هو اللي كيكون كابابل وقاد يهز راسو براسو. هادشي لاش اللي خاصك دير هو تعول على القدرات ديالك، تبني راسك على الصح، تكون قادر تغطي على احتياجاتك وتدافع على راسك بوحدك بلا ما تطلب العون ديال حتى شي واحد. يعني خاصك تتعلم وتطور مهارات غير رجعوا عليك بالنفع. شوف انت وشنو عزيز عليك باش تجيك القضيه سهله، وما حد ما كتبدا في اقرب وقت ممكن، ما حد ما غيكون مزيان ليك. ها انت اسمع، الفكره الجوهريه ولا الهدف المهم، شوف كيفاش دير باش يكون الشخص الوحيد اللي يمكن لك تعول عليه هو راسك. نظرك دابا الا كان شي واحد كيستفزك وكيطيح منك حدا الناس كاملين، كيفاش غادي تتصرف؟ فعلى سبيل المثال، شحال من مره في الاجتماعات اللي حضر لهم سامي، التحدي اللي كيكون بين الناس كبير، التنافسيه شديده وكل كيبغي يبين على الكفاءات ديالو. الواعره هي فاش كطيح في شي نهار اللي معنويا دايز صعيب وفيه بزاف ديال الستريس. وبالضبط في هاد الوقيته في البريسيون كتكون طالعه، كيجيك شي كوليك يبروفوكيك ويعبر ليك الطونسون باش منها يعصبك ويبينك ضعيف قدام كلشي، ومن جهه اخرى يتصور عليك باش يطلع عليك درجه. وقول لي انت دابا شنو خاصك دير في هاد الحاله؟ كانت هذه هي ثالث اكبر صعوبه لقاها سامي في بدايه الكارير ديالو، حيت اكبر غلط غدير الا شي واحد بغى يعصبك هو تنفعل. يعني الدهاء والقوه الكبيره هي تعرف تحول حاله الغضب لحاله ايجابيه، ما خاصك تبين والو. بوكر فيس، الدم خصو يكون بارد. هادشي لاش الا بغيتي تكون ليدر كاريزماتي، عندك قيمه كبيره، تكسب احترام الناس ويثيقوا فيك، خاصك تكون كتعرف تحكم في المشاعر ديالك، حيت برودة الدم هو سلاح خطير يقدر يوصلك للقمه الا عرفتي تستغلو.
وهذه كانت نقطة تحول كبيرة في الكارير ديال سامي. بطبيعة الحال سامي كان عارف انه الا بغى يدير البروجي ديالو يكون مستقل خصو يطور شخصية قيادية، يعني يكون قادر ياخذ قرار بقناعة بالخصوص في الاوقات الصعيبة، زائد انه في البداية ديال المسار ديالو لقى راسو كيواجه بزاف ديال انواع الناس التوكسيك، ها اللي شكوا فيه وانتقدوه ما مرة ما جوج، ها اللي حفر ليه، ها اللي كيتسناه في الدورة. وفي هاد الزمان الا كنتي رطب ظريف ومسالم غتجيبها في راسك وكون على يقين الناس ما غيحشموش منك وغيدوزوا عليك بلا ما يتسناو الفرصة. هادشي لاش باش يقدر يفرض راسو ويكسب احترام الناس سامي كان خصو يكون شخصية قوية، يكون سبع وفي نفس الوقت يكون قادر يتحكم في الخطورة ديالو. غير هو كاينين بزاف ديال الطرق، والحل اللي غنقول لك دابا يقدر يجيك غريب، ولكن تيق بيه عنده دور كبير وكيساهم بطريقة مباشرة في الثقة والاستقلالية ديال الراجل. تهلا في راسك وعطيه قيمة. كيفاش؟ يعني خصك تعتني به بلونطرينمون مثلا، حيت السبور هو واحد من الطرق بيور الا بغيتي الرجوله ديالك تزاد نغزه، وفي نفس الوقت الجسم ديالك كادو من عند الله حشومه ما تستغلوش. علاش خاصك تريني؟ حيت منين كتولف على الجسم ديالك السبور هرمون الرجوله كيولي يتفرز بكميه كبيره، وحنا كاملين كنعرفوا التاثير ديال التستوستيرون على الشخصيه ديال الراجل. واحسن كومبينيزون غيمكن لك دير هي تجمع بين شي ار مارسيال والميسكولاسيون. غير هو ما تنساش النقطة الثالثة اللي هضرنا عليها، حيت الهدف ماشي هو تكون صحيح وتسلخ بنادم، ولكن تطور هيبة جسمية غتعاونك في تعزيز ثقتك براسك. كثر من هادشي كتضرب عصفورين بحجرة واحدة، حيت من جهة كتعطي قيمة لراسك، وثانيا غير بالشوفة الناس كيديروا ليك حساب. فإلا كاينه شي حاجه ما ندمش عليها سامي هي الجرأه ديالو، امن انه غينجح ولو بكاع العقبات والصعاب اللي واجهها في المسار ديالو. كان يمكن ليه يبقى في الزون سيكوريتي ديالو ويسمع لهضرات الناس ويعيش حياه روتينيه، وديك الساعه شوف كيف غتكون النتيجه. ولكن اللي سور هو انه ما كانش غيكون مقاول حر ومستقل، وهذه هي اكبر مشكله، حيت اسهل حاجه هي تبقى منحصر على منطقه الراحه ديالك، وعاوتاني هذه هي احسن وسيله باش تبقى في بلاصتك وما تتعلم والو. الموت البطيء. بهاد العقليه ضد التطور ديالنا كرجاله، حيت في الاصل الرجال كائنات ديال التحديات والاستكشافات. حيت كون سامي دار بحال كلشي وما فكرش خارج اطار الصندوق ما كانش غيدير البروجي ديالو. كون سامي بقى في دارو ما تحكش وما واجهش المجتمع بالتحديات الصعيبه ديالو ما كانش غيفرض راسو. وكون سامي بقى منعزل بوحدو ما كانش غيطور كاع المهارات اللي يحتاج باش ولا مقاول. اما الواعره هي داك الاحساس بالافتخار منين كتوصل لداك الشيء اللي كنتي طامح ليه في الاول. فإلا بغيتي تكتسب شخصية قوية وتطور مقومات الرجال الحرار والحقيقيين كنقترح عليك تفرج في هذا الفيديو. تلاقاو السيمانة الجاية. تهلاو الأصدقاء.